من بقي من قيادات حزب الله؟ وهل بقي محافظا على قوته العسكرية في الميدان والمواجهة أمام القصف الإسرائيلي المكثف؟ وهل تبدد الحزب برموزه العسكرية من العيار الثقيل؟ كومة التساؤلات تلك تضج في أروقة جنوبي لبنان حول ما إذا بقي الحزب متمتعا بنفوذه العسكري وقوته الميدانية. أولى تلك الإجابات وعلى لسان تقرير خاص نشرته CNN يقول باحثون في معهد الدراسات الأمنية القومي في تل أبيب إن حزب الله هو دولة داخل دولة ويمتلك قدرات عسكرية كبيرة، لكنه وفق مصادر وقع الآن في فخ فقدان الاتصالات بين قياداته وعناصره أيضا، سيما بعد تفجيرات البيجر التي قضت على معظم قوة الرضوان، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية التي تبعت عمليات تفجيرات البيجر إلى شل قيادات الصف الأول التي كانت العقل المدبر لتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ واستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية. وهنا يبرز العنوان الأكثر تداولا بين أروقة خبراء عسكريين أن تلك الحرب بدأت وانتهت قبل أن تبدأ، كما أن الهجوم الإسرائيلي أدى لاستنزاف قدرات الحزب التي ظل يبني بها منذ 20 عاما على الأقل، ورغم وجود مخابئ تابعة للحزب مدججة بالسلاح وقوى صاروخية هائلة، إلا أنه ومع انهيار صفوف قياداته الأولى وتخطيط إسرائيل للانتقال للصفوف الثانية والثالثة، باتت تلك الصواريخ دون اتصال أو خطط عسكرية لانقطاع القيادات عن العناصر. تكشف تقارير أن العمليات الحالية ما هي إلا عمليات فردية تنفذها وحدات صاروخية خاصة تعمل وفق خطط بديلة، وهو ما يرجح بحسب خبراء احتمالية انتقال إسرائيل لحرب برية، سيما بعد إعلانها استدعاء لواءين احتياطيين لتمكين جبهة الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان.